احنا حريصين على كرامة العامل، حريصين على تحسين دخله، حريصين على الحفاظ عليه وعلى عائلته. أصحاب الأعمال أكدوا ضرورة دعم العامل باعتباره ركيزة الإنتاج، مؤكدين أن أجر العمال في تزايد مستمر طالما أن الهدف يظل هو تعاظم قيم العمل والإنتاج وصولا للتنمية المنشودة. وافقت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر على الحد الأدنى للأجور الذي عرضته وزارة القوى العاملة والبالغ قيمته 700 جنيه. جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة والهجرة بأعضاء الجمعية الذين أكدوا ضرورة ضمان استقرار العامل. يبدو أن رقم 700 جنيه الذي اتفقت عليه وزارة القوى العاملة كحد أدنى للأجر في القطاع الخاص يلقى قبولا، حيث يتفق مع الظروف الراهنة للمؤسسات الاقتصادية، إضافة لأنه بداية لتلبية طموح العامل ماديا، وهو ما بدا خلال لقاء وزير القوى العاملة وأعضاء جمعية المستثمرين بمدينة السادس من أكتوبر. الوضع الاقتصادي المصري احنا بنمر بمرحلة فيها نقص سيولة، فيها نقص موارد، فما يمكنش ان احنا نحمل كاهل اصحاب الاعمال اكتر مما يحتملوا، والا يحدث ظاهره عكسيه انهم يحجموا عن التشغيل او يستغنوا عن العمال. احنا حريصين على كرامة العامل، حريصين على تحسين دخله، حريصين على الحفاظ عليه وعلى عائلته. أصحاب الأعمال أكدوا ضرورة دعم العامل باعتباره ركيزة الإنتاج، مؤكدين أن أجر العمال في تزايد مستمر طالما أن الهدف يظل هو تعاظم قيم العمل والإنتاج وصولا للتنمية المنشودة. الوحيدة لزيادة دخله هو الإنتاج، ولا شيء غير الإنتاج. بدون ما يزود الإنتاج مش هيقدر يحصل على 700 ولا أكتر من 700. ونجيت على أرض الواقع النهاردة هو ما فيش 700، هو بياخد أكتر من 700. لأن عجلة الإنتاج مش هتتطور ومش هتتغير ومش هتدور إلا بوجود العامل، فاحنا محتاجين ان العامل نعمل له نوع من الاستقرار. فالحد الادنى اللي هو 700 جنيه اعتقد ان هو ممكن يزيد. إيجاد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص يلبي طموح واحتياجات العمال، يساعد ذلك على مزيد من الإنتاج والتنمية والعدالة الاجتماعية.